يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم رح نعمل كيكة بالبردقان بطريقة كتير سهلة وكتير طيبة ورح تعجبكم كتير. 3 بيضات بحرارة الغرفة، كاسة وربع سكر، معلقة كبيرة فانيليا، معلقة كبيرة خل، هذا رح نخفقهم كتير منيح. بعد ما خفقناهم لداب معنا السكر رح نحط لهم 3/4 الكاسة زيت نباتي، كاسة كبيرة عصير بردقان، ورح ارجع اخفقهم شوي. راح احط لهم 2.5 كاس طحين، راح احط معهم ظرف بيكنج بودر، معلقتين كبار نشا، ورشة صغيرة ملح. هلا راح نحرك المكونات كلها بقلب بعضها، وهيك اخواتي بعد ما حركناهم بالطحينات صاروا جاهزين معنا. هلا راح فضيهم بالقالب، هيك القوام لازم يكون. عندي قالب حاطط فيه ورقة زبدة، إذا مو موجود ورقة الزبدة فيكم تدهنوه بزيت ورشة طحين. هلا بس هيك بنعمل لها كم دقة عشان نطلع الهواء من قلبها. هلا راح نفوتها على فرن محمى على درجة حرارة 180، رح تاكل معنا حوالي نص ساعة. وهيك اخواتي بعد نص ساعة بالفرن صارت جاهزة. هلا راح نقطعها ونشوفها مع بعض. بعدها سخنة لسه ما بردت. شوفوا لي اخواتي ما احلاها. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا اليوم، ولا تنسونا بالمتابعة واللايك، وصحتين وهنا للجميع.